سلامات. انا هقول لكم يعني ايه لايف سلامات سلامات. كوتش وايه. سلامات للي ما يعرفنيش. لاني بعمل البث ده على صفحتي الجديده. انا مروه فاروق، انا لايف كوتش، سيرتيفايد لايف كوتش من الاي سي اف، وباحثه الدكتوراه في جامعه عين شمس، وباحثه في تطوير الذات والعلاقات، ومنشئ محتوى فيديو بتكلم فيه عن العلاقات وازاي الناس تبقى سعيده، وازاي الناس تعيش حياة أفضل. نصيحة في كبسولة كده، هو زي ما بيقولوا، علشان نتعلم منها فكرة أو ناخد عبرة، علشان نطور حياتنا وما نقعش في الأفخاخ اللي بتعملها لنا الدنيا والحياة. طيب، صاحبتي بتغير مني، ده عنوان اللايف اللي أنا هتكلم عنه النهاردة. ده عنوان اللايف اللي انا هتكلم عنه النهارده، صاحبتي بتغير مني. في بنات كتير وحتى شباب بيكون عندهم الصديق الانتيم. ده صاحبي، ده صاحبتي، ده حبيبي، ده حبيبتي، دي اكتر من اختي، دي عمري، دي حياتي، وبيبقوا يعني مسلمين تسليم كامل جدا جدا لصاحبتها او صديقتها دي، كل اسرارها معاها، كل حاجه تعرفها عن حياتها، وهي مش واخده بالها ايه اللي في نفسيه الصديقه دي او ايه اللي في نفسيه الصديق. انا هتكلم على ان صاحبتي بتغير مني لان الحاجه دي بتكون اكتر واوضح عند البنات او عند الستات، لكن هي بتنطبق برضو على الشباب وعلى الولاد عادي. انا عايزه بس لو حد يقول لي ان صوتي انتوا سامعينه تمام، لان انا برضو اول مره اعمل بس من التليفون ده. بس قولوا لي انكم سامعيني. طيب، صاحبتك اللي بتغير منك عمرها ما هتقدر تمدحك، عمرها ما هتشوف عندك حاجة حلوة أو فيكي حاجة كويسة وهتقولك الله ايه الحلاوة دي، ايه الروعة دي، ايه الشياكة دي، ايه اي حاجة حلوة. يعني هي ما تقدرش تمدحك، ما تقدرش. يعني دي حاجة صعبة جدا على نفسيتها انها تقوم بمدحك، انها تمدحك. لكن هي اذا اضطرت ان هي تمدحك هتلاقيها بتمدحك، لكن المدح ده هيكون مبطن بطريقه. يعني لازم المدح ده يكون في حته كده ايه، تنمر، مش مدح بيور طالع من القلب. كمان صاحبتك اللي بتغير منك دي، لو كان حد بيمدحك وهي موجوده، يعني لو كان حد قال عليكي بقى على حاجة انت لابساها حلوة او على حاجة انت عملتيها كويسة وبيمدح فيكي في شكلك، في اخلاقك، في لبسك، في موقفك، في اي حاجة، يعني هتبصوا تلاقيها يا اما هتقوم من المكان اللي بيتم مدحك فيه، يا اما هتعمل نفسها مش واخدة بالها، مش ما سمعتش حاجة، يا اما هتقطعوا في الكلام، هتغير الموضوع. يعني كأن اللي بيمدحك دوا ما حصلش ومفيش حاجة، مفيش حاجة، محدش، يعني انت ما تستحقيش دوا. هي مش هتقول طبعا انت ما تستحقيش ده، لكن يا اما هتقوم عشان ما تسمعش، يا اما هتغير الموضوع، يا اما هتعمل نفسها مش واخده بالها، وكأن مفيش اي حاجة بتحصل من المدح ده. لو كنت بتحققي انجازات في حياتك، بتنجحي، بتكبري، بتتطوري في حاجة مثلا معينة فظيعة انت عملتيها، اشتغلتي مثلا،
او عملتي يعني عملتي حاجة واضحة وكل الناس شايفة ان انت عملتي يعني حاجات تستحق الثناء او تستحق الانبهار او تستحق حتى مبروك، هتبصي تلاقيها تقول عادي، يعني ما هو كل الناس بتعمل كده، ايه الجديد؟ مفيش حاجة جديدة في الموضوع اللي انت بتقولي عليه ده، كل الناس بتشتغل، عادي عادي. عمرها ما هتعترف بانجازاتك او هتحسسك ان انت عملتي حاجه، حتى لو الحاجات اللي انت بتعمليها دي بتعمليها علشانها. انا الصوت بتاعي واصل؟ انتوا سامعيني؟ تمام. حتى لو الانجازات اللي انت بتعمليها دي يعني انت بتعملي لها هي نفسها حاجه كومبليمو، جفت، يعني اي حاجه تبقى حاجه عادي، ده واجبها، يعني ده واجب عليكي ان انت تعملي كده. ايه اللي انت عملتيه يعني؟ كل الحاجات بالنسبه لها عادي. فهي مش هتعترف بانجازاتك ولا هتقدر ولا هتقدر تمدحك في اي موقف. هي هتقدر تعمل لك ضرر فيه، يعني انها تضرك بس بموقف مبطن، يعني من غير ما تبقى باينه في الموضوع، هي لن تتردد. يعني تصوري ان في مثلا بيكونوا ستات متزوجات وهي طبعا يعني كل اسرارها مع صاحبتها، كل اسرارها بدون مبالغه بتكون مع صاحبتها، فلما تيجي يبقى عندها مشكله مع جوزها او حاجه، وده من الهبل اللي بيعملوه البنات، تقوم تروح تخلي صاحبتها هي اللي ايه، هي اللي تتدخل، قال يعني علشان تصلح بينهم، او هي اللي تكلموا علشان معرفش ايه، او هي بقى صاحبتهم بقى. عادي انها تعمل كده، بتبوظ حياتها، بتبوظ حياتها. اللي تدخل صاحبتها في حياتها الزوجية دي كده يعني بنت متخلفة، يعني خلاص، يعني ملهاش وصف. اوعي تعملي كده. صاحبتك دي صاحبتك انتي، ملهاش اي علاقة بجوزك، وهي مش صاحبته وعمرها ما تكون صاحبته. خلي علاقتك بيها علاقتك بيها انتي وياها، وهو ملهوش اي علاقة تانية بيها. صاحبتك اللي بتغير منك تمضي الحياة ونمضي معها. شكرا على التعليق، اتمنى ان انت تتابعني على الصفحة الجديدة دي، متابع العظيم. صاحبتك اللي بتغير منك دايما هيبقى نجاحك شيء هي مش هتقدر تتحمله. يعني كل ما انت تنجحي وتبقي وتروحي يعني بكل حماس وطاقه، ما هي بقى صاحبتك عشان تقولي لها انت ازاي نجحتي، او ان ازاي مثلا خطيبك قال لك كلام حلو، او ان انت ازاي انتصرتي في الموقف الفلاني، او اي حاجه بتحصل لك، ما هي صاحبتك، هتبقي عايزه تجري علشان تروحي تحكيها لها، تجري علشان تروحي تقوليها لها. كل ده بقى هيتقابل يعني لا تعليق، يعني وش عادي، او عادي، ما هو انت كنت مستنيه منه يعمل ايه، هو ده العادي اللي هو هيعمله، او انت مالكيش حق، انت الغلطانه وانت اللي عملتي وانت اللي قلتي. يعني هي عمرها ما هتنتصر ليكي، يعني عمرها ما هتقف جنبك زي ما انت متوقعة انها تقف جنبك. هي دايما كأنها واقفة جنبك، لكن هي في الحقيقة يا اما بتكون معاكي علشان تتتبع اخبارك وتعرف كل سر او كل حاجة انت عنك، علشان تبقى مطمنة وعشان نفسيتها تريحها، او عشان تعرف تضرك ازاي، يا اما هتبقى قاعده معاكي علشان ما فيش حد تاني، يا اما قاعده معاكي علشان تشوف هتضرك ازاي، يا اما يعني هي مش الصديقه اللي انت متصوره ان هي صديقه. وهتعرفي ده، يعني الحاجه الواضحه جدا جدا في موضوع الصديقه اللي بتغير منك دي، انها هي
يعني ما بتمدحكيش، لا يمكن لا يمكن تقول عليكي كلمة مدح او تتقبل مدحك من حد تاني. يا اما هتقوم، يا اما هتعمل نفسها مش سامعة الكلام، يا اما هتغير الموضوع. في صديقة تانية بقى اللي هي بتغير منك لما يكون انت نجمك لامع كده وموجودة، بتتكلمي في موضوع، بتقولي رأيك في حاجة، حتى لو ما كانش نجمك لامع ولا حاجة، بس مجرد ان انت بتقولي رأيك هتبصي تلاقيها بتقاطعك او بتعترض على اللي انت بتقوليه علشان تقول هي رايها، عشان انت ما تكمليش كلامك، علشان انت ما تظهريش، علشان انت ما تكونيش انت اللي موجوده، حتى لو كان اللي هي بتقوله ده اي خرافات، لكن هي لازم تقاطعك علشان هي تقول اللي هي عايزاه، او بعد ما تخلصي تقول بس كل اللي قلتيه ده غلط مش صح، اسمعوا مني بقى انا المفيد، وتقوم قايله اللي هي عايزه تقوله. تعرفي ده لو كنتي مثلا جايبة حاجة جديدة، مثلا نقول في اللبس مثلا، ولبستيها وكل الناس قالت لك الله دي جميلة، مامتك قالت لك دي حلوة، الناس وانتي قالوا لك الله دي جميلة دي كذا، وجيتي بس اللون يعني مش قد كده، بس انتي كنتي المفروض مش عارف ايه، بس لما انتي مش عارفة عملتي ايه لان هي مش قادرة تشوفك حلوة، لكن هي ما بتظهرش الوجه ده ليكي. انتبهوا يا جماعة من الصديقات، موضوع الصحاب موضوع يعني ما تنبهروش ان انتوا حواليكوا مثلا 10 اصحاب. انا عندي اصحاب كتير، انا في كل مكان ليا اصحاب. خلي يعني الاصحاب اللي يكونوا جوه حياتك دول غربليهم، واختاري منهم اللي هيفضل 1 2 3، هم دول المناسبين، هم دول اللي ينفعولك. اما الكتير اللمة الكدابة دي صدقيني ملهاش فايدة وليها ضرر. والصحبة اللي فضلت معاكي دي لازم تكوني مركزة، يعني يعني ما تخليش مشاعرك تنجرف ناحيتها بان انت تحبيها وتقولي لها كل اسرارك، بدون ما تبقى في مواقف واضحة تبين لك اخلاصها او انها فعلا واقفة جنبك. يعني ما تغميش عينيكي، لانك بتكوني عارفة ان هي، يعني انت بتشوفي ده، بتحسي ان في حاجة غلط، بس انت بتحاولي تعديها. ما تركزيش في الموضوع لانها صاحبتك وانت عايزه تحتفظي بيها، بس ده صدقيني مش في مصلحتك. مصلحتك ان انت تقفي عند اي موقف، اي الارم يحصل، وتراجعي نفسك وتراجعي صداقتك، وتشوفي ايه الحاجات اللي انت بتقدميها لصاحبتك دي، وايه الحاجات اللي هي بتقدمها لك، ايه الوقفات اللي وقفت فيها معاكي، ايه الكلام الحلو، ايه الدعم اللي هي بتعمله لك. لكن كده هي صاحبتي علشان انا شايفاها صاحبتي، انت اللي هتضطري في الاخر. بيكون ضرر الاصحاب دوا يعني لو واحده مثلا متزوجه وزوجها بيخونها، ده وجع وقاتل بيموت. لكن لو كان بقى جوزها بيخونها مع صاحبتها، الست هتموت علشان جوزها بيخونها مع صاحبتها اكتر، يعني 100,000 مليون مرة من ان هو بيخونها. الصحبة خيانتها والصدمة فيها أكبر بكتير من الخيانة أو الصدمة في الزوج، من الخذلان من الزوج. الصديقة بتوجع أكتر 100 مرة من وجع الزوج، يعني خذلانك من صديقتك هيوجعك أكتر بكتير من وجعك من زوجك. فانتبهوا إن ملهاش إعادة، وخلوا السعادة دايما عادة. سلام.